السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جايلكم بوصفة جديدة وفيديو جديد يعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنجهز مع بعض الكشري المصري بطريقة سهلة وبسيطة، مش هيكلفك حاجة ومش هياخد معاكي وقت خالص. ونسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ المقادير والطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله أوله وآخره. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا دي مكرونه مسلوقه طويله على مكرونه مقصوصه صغيره، اللي هي المكرونه بتاعت الكشري. معايا هنا عدس ده مسلوق، نقعته الاول وبعد كده اديته يا دوب غلوتين وطفيت عليه لان ما بياخدش سوا. ده عدس اللي هو المستورد مش عدس بلدي. معايا هنا دي بصل، ده كنت محمره وشايلاه زي ما قلت لكم. معايا هنا دي صلصه هي عاملاها بالثوم والخل اهو ما شاء الله. ومعايا هنا ده رز بشعريه. هنجهز بقى مع بعض الطبق ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنجهز بقى، طبعا مش هياخد معاكي وقت. انت لو عملتي كده كده بنعمل رز بشعرية مش هياخد معانا وقت. على فكرة انا عاملاه غامق كده علشان انا حاطه له، انا ساقياه بمية العدس لان طبعا مية العدس كلها فوايد، ما برميش مية العدس بقى. تاني حاجة بيخليه طعمه حلو. انا حطيت الرز اهو بشعرية. هحط بقى العدس معايا اهو. العدس ما شاء الله، انا حطيت العدس اهو زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله. هنزل بقى بالمكرونه، مكرونه بقى طويله على مكرونه. بسم الله ما شاء الله. طبق بقى خفيف وبسيط وجميل مش هياخد معاكي وقت خالص. بسم الله ما شاء الله. احلى كشري هنعمله مع بعض مش هياخد معانا وقت خالص اهو. المكرونه على عين والرز على عين بالشعريه والصلصه على عين، خلصت الكشري بتاعك مش هياخد وقت خالص. ادي هنزل بقى بالصلصه اهي ما شاء الله اهو. طبعا فيها خل وفيها توم، فيها كل حاجه، فيها الدقه كلها اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا بتحط الصلصه حسب الرغبه، في ناس ما بيحبوش الصلصه كتير. هنحط بقى ايه؟ الورد بتاع البلدي بتاعنا اللي بقول لكم عليه كل مره اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا ده الورد البلدي اهو. ايه رايكم بقى؟ احلى طبق كشري ان شاء الله تعمليه كده وتتبسطوا بيه. ايه رايكم؟ احلى طبق كشري، اكله جميله قبل رمضان بقى، اكله حلوه كده وخفيفه اهي مش هتاخد معاكي وقت خالص. تحفه 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 يا جماعه، ما في خدتش وقت معايا. ادي الكشري ابو عدس بجبه ما خدش حاجه، اللي هو الحبايه السمراء اهو. سلقنا المكرونه وعملنا رز بشعريه وعملنا البصله جاهزه والصلصه جاهزه، ما بتاخدش حاجه الصلصه اهي. والمكرونه على عين ما بتاخدش وقت. تعملي الكشري كله ما بياخدش معاكي وقت، في ثواني كده تخلصي طبق كشري. هتعملي حله كشري كمان مش طبق. يعني ما تعملي حله الرز بشعريه مع حله مكرونه مع العدس هيعمل لك حله قد كده. شوفي بقى دلوقتي الطبق بكام بره والعلبه بكام والكيس بكام، لان طبعا في اولاد بيروحوا المدارس بيجيبوا اكياس في علب. شوفي بقى العلبه بكام دلوقتي. انت تعملي حاجه في بيتك مضمونه ونضيفه. ايه رايكم بقى في الطبق الكشري الجميل ده السريع؟ ما خدش وقت معانا. بسم الله ما شاء الله تحفه بجد اهو ما شاء الله. ما خدش وقت معانا خالص. وادي الصلصه جنب اهو، اللي يعوز صلصه برضو يحط. ولسه في عندي بصل وعندي عدس وعندي كل حاجه الحمد لله. دايما عندنا الخير جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين. اكله بقى خفيفه كده وسريعه قبل رمضان. كشري بعدس بجبه اللي هو الحبايه السمراء. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وتقولوا رايكم فيه ايه. حاجه خفيفه خالص زي المحلات كده بيسلقوا كل حاجه لوحدها. احنا بس عملنا الرز عملناه بشعريه عشان يدي طعم طبعا ويبقى طعمه حلو. لكن العدس مسلوق والمكرونه مسلوقه اما بقى الرز زي ما قلت لكم بالشعريه بيبقى ليه طعم تاني. تحفه يا جماعه والله تحفه تحفه تحفه. ما ياخدش معاكي وقت خالص. يا رب الفيديو يعجبكم. ان عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموا دوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا مستنيه تعليقاتكم ومستنيه لايكاتكم. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي واخواتي واصحابي. اللي محدش بقى لايك دلوقتي يحط واللي مشتركش يشترك.
مستنيه بقى تقولي لي ايه رايكم في الطبق الكشري الجميل السريع ده. الكشري المصري بتاعنا، الكشري المصري الاصلي تحفه. تحفه يا جماعه، الطعم حكايه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.